السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا مع بعض كده نشرح الميموري ومن ايه بتتكون وايه الحاجات اللي هي بتتكون منها، وازاي نصمم ميموري كرسم على الكشكول وكده. وواحدة واحدة كده هنفهم الدنيا دي مع بعضنا يعني بإذن الله. أول حاجة خلينا نتخيل كده مع بعض الميموري وشكلها عامل ازاي. خلينا نتخيلها على ان هي شكل مكتب بريد. تمام. مكتب البريد وليكن بالشكل ده كده. تمام. مكتب البريد هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه رسائل. ماشي. المفروض الرسائل دي المفروض توصل في المحافظة، ومن المحافظة لشارع معين في المحافظة، ومن الشارع ده توصل لبيت معين. تمام. ومن بيت لشقة وهكذا. تمام. طب ايه اللي بيخليني احدد كل ده؟ ايه اللي بيخليني احدد كل ده؟ اول حاجة، مثلا مكتب البريد ده فيه مجموعة من الصناديق بالشكل ده كده، بشكل طولي كده. تمام. ومتقسمة. كل صندوق شايل 8 رسايل او 1 بايت. تمام. 8 بت او 1 بايت. ماشي. والصناديق دي مثلا في موظف هنا كده واقف، المفروض هو بيوزع الرسايل على حسب الرسالة دي رايحة لحد ولا جاية من حد. تمام. وده مثلا سير بتمشي عليه الرسايل، يعني مثلا الرسايل بتخرج من هنا، هو بيشيلها ويحطها على السير، وهي بقى على حسب الرسايل رايحة ولا جاية. تمام. تمام. كل صندوق من دول ليه عنوان، صح؟ طيب، مثلا ده الصندوق الأول، ده الصندوق التاني، ده الصندوق التالت، وهكذا. يعني 0 1 2 3 4، وليكن ده ايه الترقيم بتاعنا، الترقيم اللي هو ايه الديميكال. تمام. طب لو انا بقى عايز ارقمه، لان احنا دلوقتي جوه ذاكرة، جوه ميموري، فعايز ارتبه الترتيب اللي هو ايه الباينري، اللي هو مثلا ان اول صندوق ده 0 0 0، مثلا تاني صندوق 0 0 1، تالت صندوق 0 1 0، رابع صندوق 1 0 0، وهكذا. تمام. تمام. فهو مثلا انا دلوقتي يا معلم عايزك تجيب لي الرسالة اللي في الصندوق، مثلا اللي في الصندوق الاولاني اللي هو 0 0 0، وعايزك تقول ان هي الرسالة دي رايحة لحد، يعني رايحة لحد يعني في حد هيقراها، يبقى ريد. ماشي. فالموظف اللي واقف اللي هو بيجيب الرسائل ويحطها على السير عشان تبدأ تروح على حسب العنوان. تمام. الموظف ده واقف دلوقتي هيروح ياخد الرسالة اللي في مجموعة الرسائل اللي موجودة في الصندوق الأولاني اللي هو فيه 8 بت زي ما قلنا. هياخد منه ال8 رسائل أو الرسالة الموجودة وليكن هي كلمة. تمام. هياخدها يحطها على السير. هل هيستخدم باقي الصناديق؟ لا، مش هيستخدم باقي الصناديق، صح ولا لا؟ فبالتالي هياخد الرسالة يحطها على السير، ويبدأ بقى ايه السير، خلاص هو عارف ان هي قراية فهتروح لحد، مش جاية من حد. تمام. وكده الصندوق ده خدنا منه، ما ادينالوش. ماشي. ليه؟ لان هي ريد. لو رايت، لا ساعتها هنحط في الصندوق. ماشي. طيب ايه بقى اللي انت بتقوله ده يا معاذ؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه بكل ده. هفهمك دلوقتي. الموظف ده يعتبر ادرس ديكودر. يعني ايه ادرس ديكودر؟ اللي هو الراجل اللي بيحدد لك عنوان الصندوق فين، يحدد لك عنوان الصندوق اللي انت عايزه او عنوان الرسائل اللي انت عايزها في البريد فين. تمام. طيب الصناديق دي عبارة عن ايه؟ اللي هي الميموري اريز. الميموري اري بمعنى المكان اللي فيه الرسائل بقى نفسها، المكان اللي هو الذاكرة بتشيل فيها الحاجة، اللي بيتكون من مجموعة ريجسترز، والريجسترز دي بتتكون من دي فليب فلوبس. تمام. تمام. طيب اخر حاجة، مين اللي بيحدد لي هل ريد او رايت؟
الكنترول، والكنترول جاي من ايه؟ من المعالج اللي هو ايه؟ اللي هو السي بي يو. ماشي، يبقى السي بي يو هو اللي بيعرفني هل ريد ولا رايت في الذاكره. وعرفنا ان هي بتتكون من ادريس ديكودر وميموري اري، وقلنا ان الميموري اري بتتكون من ايه؟ ريجسترز. ماشي، والريجسترز دي بتتكون من ايه؟ مجموعه فليب فلوب. تمام تمام. تعالوا بقى نشرح الكلام ده كتكنيكال بقى كمهندسين، ونسيبنا من السيناريو ده. طيب تعالوا نشرح مع بعض بقى الريجسترز. الريجستر بيبقى شكله عامل كده. تمام. بيبقى ليه دخل اللي هو الدي. ليه؟ احنا قلنا ان الريجستر بيتكون من اكتر من دي فليب فلوب. بيتكون من اكتر من دي فليب فلوب. طب والدي فليب فلوب الواحد بيشيل واحد بت. طيب انا عشان اكتب باينري وورد او اكتب كلمه، الكلمه الواحده بيبقى حجمها 1 بايت. الكلمه بيبقى حجمها 1 بايت. تمام. انت واخد بالك الفرق بين بت وبايت؟ طيب البت بيتكون منها يعني اكتر من بت جنب بعض، اللي هي الفليب فلوب جنب بعض بنكون منها 1 بايت. ماشي. طيب انا دلوقتي جمعت 8 فليب فلوب هنا، فبقى ريجستر. تمام. المدخل بتاعي دي. تمام. وطبعا بياخد كلوك اللي هي سي ال كي. تمام. طيب طبعا الريجستر الواحد ليه خارج اللي هو كيو. ماشي. طيب الريجستر لازم يكون ليه انواع. ماشي. عندي اكتر من نوع للريجسترز. عندي نوع زي السيريس ان انبوت، و وسيريال ان اوت، سيريالز ان انبوت، وبارل ان اوتبوت، وبارل ان انبوت، وسيريس ان اوتبوت، وهكذا. تمام تمام. خلينا كده نشوف مع بعض اول نوع اللي هو باختصار اس اي اس او. ماشي. سيريس. ماشي. طيب السيريس ده من اسمه بيبقى الانبوت اهو. بص الانبوت داخل على الانبوت اللي بعده، داخل على الانبوت اللي بعده. تمام تمام. معنى الكلام ده ان هو ايه؟ يعتبر شيفت ريجستر. يعني ايه شيفت ريجستر؟ خلينا بس نشرح نرسم الكلوك كده بسرعه. ادي الكلوك. ماشي. والاوتبوت اللي هنا بيبقى داخل هنا. ادي التي. الاوتبوت اللي هنا بيبقى داخل هنا، وهكذا. تمام تمام. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ معناها ان انا عملت شيفت ريجستر. يعني ايه شيفت ريجستر؟ يعني انا دخلت هنا مثلا الارقام دي 0 1 0. ماشي. هبدا ادخلها مثلا اول مره هيبقى هنا 0. تمام. وهنا 0 وهنا 0. طيب هيبدا يطرح. دي بقت 1 ودي بقت 0 ودي بقت ايه؟ 0 زي ما هي. تمام. الواحد ده يطرحها لهنا وهكذا. تمام. دي اسمها شيفت ريجستر. تمام. بس كده. هو الدكتور مش طالب منك ان انت تبقى عارف اكتر من كده، ان انت تبقى عارف ان ده اسمه ريجستر، وان في انواع من الريجسترز زي الشيفت ريجستر. تمام. اللي هي بترحل الانبوت. بترحل الانبوت. تمام تمام. طيب هل انا محتاج ان انا اعرف انواع الريجسترز او التانية؟ لا مش مطالب بيها دلوقتي. تمام تمام. فتعالوا يلا نشرح البفر. التراي ستيت بفر بقى عبارة عن جيت بالشكل ده كده. جيت عادية خالص، ليها انبوت وليها اوتبوت. ماشي. ده اللي هي الدايرة اللي بيسموها بفر بس. تمام. دخلت لها الجدول بتاعها بالشكل ده كده.
تمام. ادي الام وادي الاوت، ماشي. دخلتها صفر هتطلع صفر، دخلت لها واحد هتطلع واحد، بس كده ماشي. ده الجدول بتاع البفر العادي، تمام. بس انا النهارده جاي اشرح لك التراي ستيت بفر. يعني بالعربي المخزن المؤقت ثلاثي الحالة. يعني ايه الكلام ده؟ بص، نفس التراي بفر، نفس البفر العادية، بس كأني حطيت لها جيت بتقول لها يا تشتغلي يا ما تشتغليش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بيبقى شكلها عامل كده بالظبط. ادي الانبوت وادي الاوتبوت وادي الجيت مثلا محطوطة من هنا كده، تمام. بيسموها ايه؟ enable. وادي الانبوت بتاعي وادي الاوتبوت بتاعي. طيب دلوقتي انا معايا بفر عاديه، لو دخلت لها زيرو هتطلع زيرو، ودخلت لها واحد هتطلع واحد، بس بشرط ايه؟ ان الجيت البوابه. هقول لك على حاجه مثلا يعني انا بعمل يعني تشبيه بعيد شويه بس هقوله لك. مثلا بعمل خط انتاج، ماشي. خط الانتاج ده مطالب ان هو يشوف مثلا هل ازازه البيبسي مليانه لغايه الاخر ولا لا، عشان لو مثلا المكنه غلطت وما مليتهاش للاخر يرمي الازازه دي، تمام، اللي هي مش مليانه. تمام. طيب يعني ايه اللي هيخليه يرميها او ما يرميهاش؟ عن طريق الانيبل. يعني ايه انيبل؟ يعني هو هيسمح لها تعدي ولا يسمح لها ما يسمحلهاش ان هي تعدي؟ هيسمح لها تعدي، تمام، يبقى هي كده مليانه. طب مش هيسمح لها تعدي، يبقى هي كده مش مليانه. هو التشبيه بعيد شويه بس تعالوا نربطه بقى بالبفر هنا. البفر المفروض الانيبل ده اشارته بتيجي منين؟ من السي بي يو، من المعالج. المعالج يا بيقول البفر تشتغل او لا مش عايز البفر تشتغل. طيب في حاله الشغل، في حاله ان الانيبل يبقى عندي هنا انيبل، عندي انبوت وانيبل واوتبوت. طيب في حاله ان الانيبل بواحد، لو دخلت لها صفر هتطلع صفر، لو دخلت لها واحد هتطلع واحد، ماشي. ده لو في حاله الانيبل بواحد. طيب لو دخلت بقى، لو دخلت لو الانيبل بقت بصفر، الاوتبوت بتاعي مش هيتغير ابدا ولا كانه شايف الانبوت. هيعمل حاجه اسمها هاي امبيدنس. يعني ايه هاي امبيدنس؟ يعني ان هو بيقول لها من اسم هاي امبيدنس كده، يعني مقاومه عاليه. يعني ايه مقاومه عاليه؟ يعني ما تعديش حاجه. كأن البفر دي بدل ما هي كانت متصله مثلا مع حاجه تانية وحاجه هنا، لا، كأنها متشاله من الدايره، كأنها متشاله خالص من الدايره، كأنها اتفصلت من الدايره. وده بيفيدني في ايه بقى؟ بيفيدني ان انا مثلا يعني لو انا عايز عايز داتا تتكتب على الدرج ده، تمام. والدرج ده في قصدي انا عندي مجموعه ادراج زي قبل كده، عندي مجموعه ادراج اهي، ماشي. وانا عايز داتا تتكتب على الدرج الاولاني بس ما لهاش دعوه بالباقي. ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هستخدم التراي بفر. ليه؟ تراي ستيب بفر. ليه؟ لان هي هتخليني طالما انا هستخدم الدرج الاولاني بس، يبقى الباقيين مقفولين كانهم مش موجودين اصلا في الدايره، تمام، كانهم مش موجودين اصلا في الدايره. بس دي التراي ستيب بفر. طب ليها انواع؟ ليها انواع. ليها نوع زي ده كده، النوع اللي هو احنا شرحناه اللي هو بيسموه ادي enable وادي input وادي output، تمام. النوع العادي جدا اللي هو بيسموه active high
enable. معلش على بشاعة الخط بس يعني ايه مضطرين. عندي نوع تاني اللي هو active low enable. يعني ايه active low enable؟ يعني معنى الكلام ده في بابل نفي على الانيبل. تمام. طب بشطارتك كده لو انت فاهم قول لي هنا الحالة دي هتفضل زي ما هي، يعني حالة البفر دي هتبقى هي دي ولا لأ؟ لأ طبعا هتتعكس. ليه؟ لما الانيبل لما المعالج يبعت مثلا إشارة بواحد طبعا هتتعكس وهتبقى بصفر، فساعتها البفر كأنها مفصولة عن الدايرة. طب لو المعالج بعت صفر يبقى ساعتها الانيبل هتبقى بواحد، يبقى الدايرة شغالة، يبقى عكس ايه الجدول ده بالظبط. في انواع تانية زي ال non inverting tribe state buffer. تمام. وعندك نوع تاني برضو زي ال inverting tri state buffer. دول موجودين برضو عندك في البي دي اف. ماشي. خلينا نشرح اللي بعده هو اللاتش. طيب كل اللي عايزك تعرفه عن اللاتش ان هو شكله عامل كده، ليه input وليه output وليه enable وليه حاجة جديدة اسمها output enable. ماشي. طيب اللاتش وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يخزن الحاجة جواه ويقفل عليها. يعني ايه بقى؟ انا مش فاهم حاجة. دلوقتي احنا لسه شارحين البفر. في العادي لو دي شكل بفر هيبقى لو الانيبل بواحد ساعتها الانبوت هيبقى هو الاوتبوت وخلاص. تمام. ساعتها الجدول هيبقى شكله عامل كده. تعالوا نشرح عن طريق جدول. ادي الانبوت، ادي الانيبل، ادي الاوتبوت انيبل، وادي الاوتبوت ان اي اوت، قصدي اوتبوت انيبل معلش، وادي الاوت. طيب خلينا اول حاجه لو الانبوت زيرو او واحد، طالما الانيبل بواحد والاوتبوت انيبل بصفر، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الاوتبوت هيكون ايه؟ صفر او واحد على حسب الانبوت. طيب عندي حالة تانية، لو الصفر او واحد في الانبوت والانيبل بصفر. في العادي في البفر في المسألة اللي فاتت في البفر كان ساعتها الاوتبوت هيبقى ايه؟ هاي امبيدنس. بس هنا عشان في اوتبوت انيبل مثلا لو هو بصفر، ساعتها الاوتبوت هيكون ايه؟ هيكون نفس الاوتبوت اللي فات. يعني الاوتبوت اللي فات، ادي الاوتبوت اللي فات ناقص واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا اول حاله كان الانبوت بتاعي بواحد والاوتبوت بواحد، فساعتها الاوتبوت اللي فات هنا هيبقى كام؟ واحد. طب لو انا كان صفر والاوتبوت صفر، يبقى الاوتبوت اللي هنا يبقى بكام؟ بصفر. طيب يعني ايه فايدتها؟ ايه اللاتش؟ من الاخر ان هي بتخزن الرقم اللي كان جواه، لما احتاجه ساعتها هقول ان المعالج هيبعت اشاره ان الانيبل بصفر، وكده كده الاوتبوت انيبل بصفر، فساعتها هتاخد القيمه المخزنه جواه. ماشي. ماشي. عندي حاله ثالثه، احنا لسه ما شغلناش الاوتبوت انيبل ولا مره. طالما الاوتبوت انيبل بواحد يبقى هاي امبيدنس على طول، مهما دول اتغيروا هاي امبيدنس. يعني كأن اللاتش ده مش موجود في الدايرة أصلا، زي ما حصل معايا في البفر في الصفحة اللي فاتت. تمام. تمام. فك... فاكرين بقى الموظف اللي هو بيحدد فين مكان الصندوق في المثال بتاع البريد؟ الموظف ده والله هنشرحه دلوقتي، اللي هو الادريس ديكودر. الادرس ديكودر
يبقى شكله عامل كده. تمام. ليه طبعا input مثلا A1 A2 A3. مش هنختلف في المسميات يعني، بس المهم ان ده انت عارف ان هو input. طبعا الاوتبوت هنا بقى، الاوتبوت بتاع الادريس ديكودر بيبقى عبارة عن ايه بقى؟ 2 أس n، 2 أس الانبوت، 2 أس الانبوت. يعني مثلا لو انا عندي هنا 3 مداخل فهيبقى 2 أس 3 يعني بكام؟ سامعك اللي بتقول 6. 8. تمام. تمام. طيب عندي كده كام مخرج؟ 8 مخارج. تمام. انا مش بعد طبعا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 مظبوط. تمام. عندي 8 مخارج. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 كلوكي كده. ماشي. طيب كل مخرج من دول يا شباب، كل مخرج من دول هو عنوان، هو عنوان في الذاكرة. فأنا عايز أوصل للرسالة اللي في الدرج الأولاني، والدرج الأولاني بصفر صفر صفر. ساعتها هيروح فاتح لي الدرج الأولاني وقافل لي كل دول. تمام. تمام. طب عايز أوصل للدرج الأخير اللي هو 8 مثلا. هو المفروض أصلا الترتيب ده يبدأ من صفر، بس ما علينا. مثلا كانت ادي 1 1 1 1. تمام. تمام. فساعتها هيوصل للدرج 8 ويقفل كل الادراج اللي فوق. تمام. هو الادرس ديكودر معمول عشان خاطر لما المعالج او مثلا او هيقول يا ادرس ديكودر استدعي لي من الذاكره الريجستر المتخزن في المكان الفلاني اللي هو مثلا الرمز بتاعه الكلام ده كله مثلا، استدعيهولي. فيروح مستدعيهوله وجايب له البيانات اللي فيه على طول لما يحتاج. طبعا ده الكلام ده بيحصل في ايه؟ في جزء من الثانيه. الكلام ده بيحصل في جزء من الثانيه. تمام. تمام. يعني الادرس ديكودر بيبقى وظيفته كده. طبعا الادرس ديكودر ليه انيبلز. ماشي. ليه انيبلز، وفيما بعد هنعرف اكتر عن حته الكنترول، بس انا مش هشرحها دلوقتي. ماشي. بس ده وظيفه الادرس ديكودر، ان هو بيحدد لي العنوان في الذاكره. طيب تعالوا بقى نشرح مكتب البريد بقى نفسه، اللي هي الميموري كامله. الميموري انواعها، بتشتغل ازاي، بتتكون من ايه. طب انا لو انا عايز اصمم ميموري فلانيه. طيب خلينا بس نتفق على حاجه. ده الادرس ديكودر ده عباره عن حاجه اسمها اللينس، عشان هتيجي قدام وهنحتاجها. تمام. اللينس. طيب اللينس ده اللي هو الطول بتاع الميموري. ده بيحدد الطول بتاع الميموري، لان قانون الميموري بعد كده هنلاقي ان احنا هنضرب اللينس ده في حاجه. ماشي. بس خلينا ايه، واحده واحده كده نفهمها مع بعض. طيب نيجي بقى لحته الميموري. الميموري هي الحاجه اللي بتحتوي كل ده بقى مع بعض. تحتوي الريجسترز بالشكل ده كده، تحتوي الادرس ديكودر بالشكل ده كده. ليها طبعا هنتكلم عن كل حاجه دلوقتي. طيب زي ما اتفقنا الادرس ديكودر مثلا لو ليه 3 انبوت بالشكل ده. ماشي. طبعا اسلاك بتبقى طالعه بره. طيب طبعا هو كده طالما ليه 3 انبوت يبقى ليه 8 وصلات زي ما اتفقنا. تمام. طيب معنى الكلام ده الادي ريجستر واصل له ال8 اسلاك بتوعه. طبعا هيطلع منه الاسلاك بتاعه الداتا. ماشي. يبقى قلنا ان عدد الاسلاك اللي هنا بيتحدد عن طريق اللي هو 2 اس الانبوت بتاع الادرس ديكودر، صح؟ تمام. طيب دي اسلاك الداتا اللي بتروح للمعالج. لو مثلا السي بي يو هنا، سي بي يو. تمام. طيب السي بي يو برضو بيجي منه ايه؟ بيجي منه هنا الاشاره بتاعه الادرس ديكودر. ما هو مش هيشتغل كده منه لنفسه،
لا، في اشاره بيجي من هنا اسمها select chip او شيب select، عفوا شيب select. تمام. هنا طبعا بيجي برضو من المعالج سواء الحاجه دي رايت او ريد. ما هو الريجستر لازم تحدد له هل الحاجه دي ريد ولا رايت. تمام، صح ولا لا؟ زي ما فهمنا مع بعض. طيب، بس هي دي الميموري. هي الميموري بتتكون من الشكل ده كده، من الحاجات اللي احنا شرحناها كلها مع بعض. وهو ده مكتب البريد في الاخر. ادي الموظف، ادي الادراج متقسمه، وطبعا الاشارات بتيجي من بره. بس كده. وادي اسلاك الداتا اللي هي بيبقى محمله الرسائل، وانت على حسب اخترت انهي درج فالرساله هتطلع اللي هي متخزنه جوه الريجسترز. بس كده. هي دي شكل الميموري من جوه. طب انواع بقى الميموري، خلينا نتكلم مع بعض فيه. طيب الميموري ليها انواع كتير، بس خلينا نشوف كده كل نوع فيهم بيتقسم لايه. الميموري بتتقسم لرام وروم وحاجة تالتة مش هكلمكم عليها، انتوا المفروض عارفينها من غير ما اقولها، اللي هي السكندري ستورج، اللي هي بتبقى متمثلة في الهارد ال HDD او ال SSD. تمام. طيب الرام ليها نوعين، الاس رام والدي رام. الاستاتيك رام، الاستاتيك رام هي عبارة عن، من الآخر يعني، ميموري أو ذاكرة سريعة جدا، بس عامة عشان تبقوا عارفين الرام بتفقد كل اللي فيها أول لما الكمبيوتر يطفي أو التليفون يطفي. هي بتبقى مخزنة الحاجة، بس أول ما الكمبيوتر يطفي خلاص هوب فقدت كل اللي فيها. تمام. فهي سريعة جدا. طيب الدايناميك رام بقى عبارة عن برضو ذاكرة مساحتها صغيرة، بس يعني مساحتها أكبر من الستاتيك رام، وأبطأ. ما طالما أكبر فهي أبطأ. ماشي، هي أكبر منها بس أبطأ. طيب الروم بقى، الروم الذاكرة دي غير متطايرة، يعني ما بتفقدش الذاكرة بتاعتها، تحتفظ بالبيانات بتاعتها يمكن للأبد. ماشي، حتى لو فصلت ايه الكهرباء. الروم في انواع كتير قوي. عندك الماسك روم، او مش فاكر ليها مسمى تاني المفروض عندكم. الماسك روم دي آه الحاجه اللي بيتكتب فيها الاي دي بتاع مثلا التليفون ده ليه اي دي، التليفون ليه اي دي معين. تمام، ليه اسم معين، ليه خصائص معينه. الكلام ده كله بيتكتب مرة واحدة، ما ينفعش ألعب فيه. تمام، ما ينفعش أنا كبروجرامر بعد كده ألعب فيه. فهي بتتبرمج مرة واحدة بس، اللي هي الماسك روم. ماشي. عندك البروجرامابل روم اللي هي بي روم، دي بتتبرمج مرة واحدة بس، يعني هي بتتبرمج من المصنع وأنا أقدر ألعب فيها مرة واحدة بس، ما أقدرش أغير فيها أي حاجة تاني. تمام. تمام. طيب آه قصدي عفوا، هي مش بتيجي من مصنع متبرمجه، هي بتيجي من مصنع فاضيه وانت بتلعب فيها مره واحده بس. ماشي. ماشي. عندك الاي بي روم، دي من اهم الذاكرات، هي والاي اي بي روم. الاي بي روم هي ذاكره اقدر ابرمج يعني ابرمج بيها الحاجه، بس ابرمج بيها الحاجه عن طريق الاشعه الفوق بنفسجيه. تمام. طيب الاي بي روم في فرق بقى. اي
بي روم هي عبارة عن ذاكرة برضو، بس ببرمج بيها الحاجة كهربية عن طريق الكهرباء. ماشي. طيب آخر ذاكرة ودي أهم ذاكرة وموجودة في الأردوينو اللي هي الفلاش ميموري. أنا مش عايز أقول لكم الذاكرة دي مهمة قد إيه، بس يعني من غيرها في حاجات كتير أوي كانت هتبقى مش حلوة بالنسبة لنا إحنا كمهندسين. فالفلاش ميموري هي الذاكرة الأكبر والأحسن من ناحية إن أنت تقدر تبرمجها عن طريق آه، الأكواد العادية، عن طريق نقل وتقدر تنقل عليها بيانات وتقدر تغيرها على حسب ما أنت عايز. هي يعني تعتبر تطوير الاي اي بي روم. طب انا ليه ما خليتش الاي اي بي روم واخترعت الفلاش ميموري؟ طيب لو انا ببرمج الحاجه الكهربيه او عن طريق الكهرباء، مش ممكن يبقى فيه نويز؟ ممكن يبقى فيه نويز، صح؟ آه طيب النويز دي مش هتأثر؟ هتأثر. فبالتالي لجأنا للفلاش ميموري عشان اقدر ابرمج من غير اي مشاكل. تمام. بس كده دي كل انواع الميموري، وشرحنا بتتكون من ايه، واتكلمنا عن كل حاجة تقريبا. ناقصكم بس القانون الأخير بتاع الميموري. ماشي. الميموري القانون بتاعها ميموري سايز بيتكون من حاجتين، ام في اتنين ان. تمام. وشرحنا الاتنين ان. الان دي بتاعت ايه؟ الام بقى هي عبارة عن الريجستر. الريجستر ده 8 بت، 16 بت، 32 بت، ايا كان حاجه. تمام. سعه الدرج، يعني الدرج يقدر يشيل كام رساله يا جدعان؟ الدرج يقدر يشيل كام رساله؟ طيب طب والطول بقى، الطول بتاع الادراج دي كلها او عدد الادراج اقدر احدده عن طريق ايه؟ عن طريق الادرس ديكودر اللي هو ده. فعن طريق الكلام ده كله اقدر احدد حجم الذاكره بتاعتي. طيب عندي حاجتين، عندي ان انا عايز ازود الويدث وعايز ازود اللينس. طيب عشان ازود الويدث كاني عايز اخلي بدل مثلا ما الدرج عندي مثلا مجموعه ادراج 8 بت. تمام. عندي مجموعه ادراج 8 بت حجمهم 8 بت بس، وانا عايز ازود العرض بتاعهم. هعمل ايه؟ هجيب ادراج تانية 8 بت بالشكل ده كده واحطهم بالعرض. هي مش بتبقى بالشكل ده فعلا يعني، بس ده هو الفكره بتاعت ان انا ازود الويدث. طيب اللينس بقى، عندي مجموعه ادراج وعايز ازود الطول بتاعها. يعني مثلا اهو بيبقى مثلا انا عندي مجموعه ادراج كده، وانا مشكلتي دلوقتي ان انا مش عايز ازود العرض، انا عايز ازود الطول، عايز ازود العدد. فاجيب بس مجموعه ادراج تانية واحطه. برضو مش بتبقى بالشكل ده، بس انا بحاول ابسط لك المفهوم على قد ما اقدر. ماشي. ماشي. في الويدز انا بوصل الادرس باص او الادرس ديكودر. يعني مثلا لو هو مثلا يعني الادرس ديكودر لو ده المفروض عنوان الدرج ده لوحده 3 اصفار، فانا طبعا هو ادي الانبوت 3 اصفار. ماشي. الانبوت بتاعي المفروض هنا 3 اصفار عادي. هروح موصل الانبوتس بنفس الحاجه اللي موصل بيها الدرج الاولاني، فبقى عندي الدرجين دول واخدين نفس ايه الانبوت. نفس يعني لما انا اختار A و B و C مثلا، دول 3 انبوت، التلاتة انبوت كل واحده بصفر، فهو هيجيب لي الدرج الاولاني. لا انا عايز الدرج الاولاني والدرج اللي جنبه. فانا كده زودت العرض، بدل ما هي 8 بت بقت 16 بت، 16 بت كامله. ماشي. طيب اللينس بقى عايز ازود الطول، بعمل ايه؟ يعني هي كل الفكره هنا ان انا بوصل
كل درجين مع بعض بالتوازي.